السلام عليكم. معلش يا جماعة اعذروني لما أبدأ كلامي وأقول لأحمد حلمي اخص عليك، اخص عليك بجد. أما يكون موجود في دولة عربية وينزل يتكلم مع واحد قاعد في الصف الأول ويقول له أنت منين؟ يقول له أنا مصري، ويروح رادد عليه يقول له قاعد في الصف الأول، يبقى أكيد محزوم. المصريين ما بيقعدوش في الصف الأول. يا أحمد يا حلمي، الفلوس ما بتغيرش النفوس، لكن للأسف معاك أنت غيرت. يا أحمد يا حلمي، المصريين دول هم اللي حطوك أنت في مكانتك دلوقتي. لما ما كنتش مملكش أي لازمة وكنت نكرة، هم اللي اعترفوا بيك كفنان، وهم اللي حطوك، وهم اللي رحبوا بيك، وهم برضو اللي بقوا يمجدوا وينفخوا فيك لما فرقعت في وشنا احنا. وبعدين انت بتتكلم معاه كأنك ما تعرفوش، يعني مع انه صديق ليك وليك صور معاه. ولا انت مدبر الحكاية دي بقى عشان تنزل تقول الإفيه دوت وتوجه كلمة سخيفة سخيفة كده زيك للمصريين؟ انت عارف انا زعلانة منك بس فرحانة بحاجة تانية خالص. الإخوة السعوديين اللي نزلوا فيديوهات يردوا عليك. تخيل لما انت كمصري تسيء للمصريين وهم اللي يردوا عليك ويعرفوك قيمة المصريين. يا وحشة قوي، وحشة قوي، وحشة قوي لما انا الاقي حد بيسخر مني عشان انا سخرت من اخويا، وبيمدح اخويا وانا اللي قلت منه. اخس. انا بقول لك اخس، انا طالعة محرجة من الفيديو ده جدا، وما كنتش عايزة ان انا اتكلم فيه، لان انا شايلة منك وزعلانة منك قوي. انا كنت بحترمك على فكرة، كنت بحترمك جدا وبقدرك، بس خلي بالك من كلمة كنت دي. بس لما تطلع تسيء لينا في الوقت اللي احنا بنقول نقف كلنا في ظهر بعض، ونقف كلنا ونقول تحيا مصر وكلنا مصريين ونتفاخر بمصريتنا، انت تروح تتكلم بالطريقة دي عن مصر؟ فلا عشت ولا كنت انت واي حد من على شكلتك. صح، انا اعرف طول عمري ان الفلوس بتغير الهدوم، بتغير المسكن، بتغير المأكل، بتغير طريقة عيشتك، يعني بتنظفك شوية. لكن لما الفلوس تكون سبب في انها توطي نفسك لدرجة ان انت تسيء لاهل بلدك، انا مش قادرة اكمل غير ان اقول لك اخص عليك. اخص عليك يا احمد يا حلمي، وخساره فيك مصريتك. وعلى فكره انت لازم تلحق نفسك وتطلع تعتذر، وبالفم المليان كده توجه اعتذارك لكل المصريين. شكلك بقى وحش قوي لما يطلعوا السعوديين هم اللي يدافعوا عن مصر بعد ما انت قليت كده. معاش ولا كان اللي يقل من مصر ولا من اي مصري. احنا هنفضل طول عمرنا في الصف الاول، احنا اللي بنعلم الدول دي، واحنا اللي بنعلم على اللي يتكلم علينا. اخص عليك تاني مرة، اخص عليك تاني مرة. احنا مستنين انك تطلع تحاول تدافع عن نفسك وتقول كلمتين للمصريين. يمكن يحاولوا يفهموا ان انت بني ادم ما كنتش بتدرك كلامك او مش فاهم كلامك، او زي ما نقول كده خدك جنين العظمه وبقى معاك قرشينات. الدول اللي ادتك القرشينات دي هي نفسها الدول اللي طلعت دافعت عن بلدك ودافعت عن المصريين. خلي الفلوس تنفعك بعد ما تنزل من نظر المصريين. خلي بالك انت كده ماشي على خطى بيومي فؤاد، وخليك كده. احنا منتظرين انك تطلع تعتذر، ويا رب يا رب المصريين اللي انت بتتكلم عليهم دول يقدروا يصفحوا عن غلطتك، الغلطة الفظيعة اللي انت عملتها. انا مستنية ردودكم على اللي عمله الأستاذ، وعلى الناس الجميلة السعوديين اللي طلعوا اتكلموا عننا. وتحياتي لكل واحد خدته الحماسة كده والدم الحر وطلع يرد على الشخص ده. سلام عليكم.